سيد يهودي مغربي جالس هو واحد خينا جالس كيهضر جا عندي قال لي السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام. واحد شويه هو ينقز قال لي شنو رايك في اسرائيل في دوله اسرائيل؟ لا قلت لي شوف اسرائيل دوله كاينه يعني حنا بلا ما نبقاو نصدعوا راسنا ودوله متقدمه علميا ومتقدمه ثقافيا ومتقدمه تكنولوجيا. هذاك الفلسطيني بحالي لا ما عجبوش الحال وينقز. سمع شنو قال لي؟ قال لي انا بغيت نسولك واحد السؤال. دابا انت عايش في المانيا؟ قلت لي قال لي علاش المانيا معروف انها دوله صناعيه ودوله فيها الماكينات ودوله فيها السيارات ودوله كذا وكذا وكذا وكتصنع، وانتم دوله معروف على بناتكم انهم غالبيتهم كيديروا. بدا كيهضر هو يقول لي علاش المغربيات عندهم ثلاجه كبيره. فانا صراحه تصدمت لان كيفاش تجرأ انه يقول لي هذه الهضره. والله الا انا ديما كنتحرك وحق الله العظيم ممكن يبقى فيا الحال وبغيت نتفرقع بالفقصه. انا بديت كنفكر، بديت كنتساءل كنقول علاش المغربيات مدلولات لهاد الدرجه؟ علاش؟ بغيت نعرف عباد الله علاش مدلولات؟ علاش كتدلوا راسكم وكتجيبوا لنا الهضره وكتجيبوا لنا العار؟ كنمشيو روتيني اليومي مزيره زعما توريني كيفاش كنطبلو، كيفاش زعما توريني كيفاش كنسيق، زعما انت خارجه توريني كيفاش كتسيق وانت لابسه كولور مزيره عليك. اضيف الى هذا ان كاينين شي وحدات عايشين في الامارات ولا ما عرف في الكويت ولا ما عرف في السعوديه ولا ما عرف فين جالسين كيبينوا لك الطوموبيلات كيبينوا الفلوس وكيطمعوا المغربيات لدرجه ان المغربيات ولاو رخاص ولاو كيتباعوا بالجمله. علاش حنا بناتنا ولاو سلعه ديال المتعه ولات السمعه عندنا كيزفت، ولات السمعه ديالنا حنا المغاربه كيزفت؟ علاش؟